السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اكيد انتوا شفتوا الفيديو، والروتين النهاردة جميل وحلو، والشمس نادتني اقف استنى. لا، مش هستنى. طلعت الحاجة بتاعتي برا مع الشموسة الجميلة، بتطلع وتغيب، تطلع وتغيب، بس تمام. اشتغلت معايا حلو، يعني عملت لي واجب حلو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقى ايه، خدت الشمس كلها بصراحة، ورحت مطلعة الحاجة، دخلتها وفرشت السراير معاكم. فرشت السرير واحد، والسرير التاني عملته بقى مع نفسي عشان ما تملوش مني يا حبايبي يا حلوين. اللايك بقى والكومنت والشير وايه بقى، لا شغالين معايا حلو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بوريكم بقى إيه السطح، منظره قبل ما ننضفه. طلعنا على السطح بقى ننضفه بقى ونعمل حبة حاجات جامدة، بس طبعا ما جبتهاش معاكم قوي. بس اهو كنست السطح كله كله كله، وأعزكم الله. سوري، يعني دي القمامة لميتها بقى في شنط بقى وإيه. بس إيه رأيكم؟ تعبت قوي بجد، السطح خد مني مجهود جامد، ومليت القلل بتاعتي الجميلة وظبطت بقى الدنيا. بصوا، حتى غيرت اماكن الحاجة. الزرع حطيته هنا، الزرع اللي مش راضي يديني حاجة تاني هو مرة واحدة وبس، وكذا مرة بقى يطلع والعصافير تاكله. بصوا اعزكم الله، الكمامة اهي، ونزلت برضو رميتها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم؟ بجد محتاجة مجهود. بصوا العصافير كلت الأكل بتاع البط، رحت شايلة الأكل جوه وسبت المية بس، مع اني والله بحط لهم على المرجحة ديت أكل، بس مش عارفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين نزلت بقى، عملت ايه؟ وشي. بصوا يا بنات بقى، المعلومة دي جميلة بجد. يعني كل فين فترة بروح ايه، واخدة معجون سنان، اي معجون سنان عندك، مش لازم يعني اللي عندي، وبروح ايه دعكاه على بشرتي قوي 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 بالبتاع السيليكون دي، حلوة قوي. واروح ايه عاملاه على ايدي وعلى وشي، بيدي انتعاش للبشرة كده. بعدين احط وراه تلج، لازم اقفل المسام بالتلج، بس انا نسيت اجيبها معاكم، معلش حقكم عليا. وبعدين خدت شاور، ولبست العباية القمر دي، وحطيت اللكلوك العسل ده، وحطيت الكريمات بقى دي والبودرة. بعدين دخلت ايه بقى، خدت شاور بقى. اسكت ما اسكتش؟ قولي لي يا بنتي اسكتي. لا 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 لا، ما اسكتش ابدا يا بنات، لازم القهوه بتاعتي الصبح وبالليل واخر النهار، كل حاجه. بصوا معايا، عايزه تكسبيني اعملي لي قهوه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم لازم. وانا بقيت اسجل لازم اشرب قهوه معاكم، عشان اشوف القهوه كده واسكت؟ لا، مينفعش. يا بنتي اسكتي عن القهوة. لا ما اسكتش، ينفع؟ ما ينفعش اسكت. وانتوا بقيتوا تحبوها معايا حبايبي الحلوين الغاليين على قلبي. بصوا بقى، انا طلعت فنجان جديد. بس شكلي مش هكمل معاه كتير يعني، لان بصوا عمل ازاي، عمل القهوة فارت. بس تمام اهو، هنعملها. بصوا بعمل لكم ايه في ثانية. بس جبت بقى الحتة دي معاكم ليه بقى؟ بصي بقى، لو انتي بتسخني الردة، يعني بتقمري العيش، فوقع منك ردة، ماشي. انا جايبه الحته دي عشان المعلومه دي. عارفه السفنجه اللي انا بغسل بيها دي جميله قوي. تروحي شايله الرده ازاي، بص في ثانيه شلت القهوه ازاي، خلصت. انا جبتها مخصوص معاكم عشان كده، يعني فرة القهوه ما تجيبيش حته قماشه بقى وكده، فاهمني؟ الحته دي بتغني عن اي حاجه. بعدين خدت الفنجان اللي مش عارفه، مش متفائله فيه بصراحه، يعني مش عارفه ليه، مع ان لونه حلو عاجبني. آه
وجيت ايه بقى، قعدت اشرب القهوة مع نفسي. حد يجي يشرب معايا القهوة؟ يا بنات اتحايل عليكم كل شوية، اتحايل عليكم حد يجي يشرب معايا القهوة؟ ينفع؟ ينفع كده؟ حبايب الحلوين. بعدين ايه بقى، قعدت شوية وقلت ايه، قومي يا بت تعملي حاجة حلوة، حاجة ياكلوها كده. رحت جايبة ايه، نص كيلو دقيق، حطيته مية من الفلتر عادي، كوباية مية على حسب بقى الدقيق ما ياخد معاكي. اهم حاجة العجينة ما تلزقش. وحطيت بقى يا بنات معلقة ملح ومعلقة ايه سكر، بس مش عارفة مجتش معاكوا ليه. هنعمل بقى الفطير المشلتت الجميل على قدي. انا بعمله على قدي، انا عارفة ان في ناس كتير بتعمله احسن مني، وده شرف ليا طبعا. ونفسي ادوقه من ايديكوا كده ونقعد مع بعض كده يعني واحدة تجيب لي فطير مشلتت كده ونقعد فوق السطح نفطر بيه، ما عنديش مشكلة. حبايبي الغاليين على قلبي. وانا اعمل لها القهوة ماشي. بهزر، كلكم خير يا رب، كلكم بجد ولاد اصل وخير وبركة. يا رب يملى بيوتنا بالخير والبركة وراحة البال. الجهاز الكهربي بقى اتملى، اتملى دقيق. اسكت؟ ما اسكتش يا بنت، اسكتش. لا ما اسكتش. مينفعش اسكت، لازم اي حاجة اول باول كده. بصي، عجنت العجين وسيبته يرتاح، على ما اسيبه يرتاح اقعد ساكتة؟ لا، لازم اشيل جهازي الكهربي نضيف اول باول، مفيش حاجة متراكمة عليه. بجد هتلاقي الحاجة كأنها جديدة. يعني انا في ناس كتير جت تصلح لي حاجة عندي، بتقولي يعني ده جديد، الحاجة جديدة، انتي مش عاملة فيه حاجة. انا بحب كده. وعندي حبة افكار بقى وحاجات بقى للاجهزة الكهربية، للتلاجة والبوتاجاز والحاجات جميلة. بس تابعينه الفيديوهات الجاية ان شاء الله. يعني كل مرة حاجة كده، نعمل حاجة مع بعض. بجد انا بعمل من ورا الكاميرا حاجات كتير قوي قوي قوي. بس يلا، خير. الحاجة اللي بلاقيها انتوا المفروض تستفيدوا منها بصورها بجد يعني، من قلبي يا قلبي. حبايبي الغاليين. حطيت بقى ايه السمنة اللي انا ايه عندي، الزبدة الفلاحي صفرة. وحطيت روابي بالقشطة برضو، حطيت معلقة. ولازم الزيت يا بنات، انا بيشتغل معايا حلو قوي بالزيت. بجد حبة فطير طلعوا تحفة. اتغدينا بيها، وتاني يوم فطرت بيها كمان انا وبنوتاتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصي ما تعمليش زي يا بنات. بصوا انا كل ما امشي فيها ترجع لي تاني. المفروض ان هي ترتاح. المفروض كنت عجنتها من بدري شوية، بس عشان كنا عايزين بقى كنت عايزة اخلص وننجز يعني شوية، فاشتغلت. بس هي تعبتني. بس ما تعمليش زيي، سيبيها ترتاح الراحة الكاملة، يعني نص ساعة على الاقل. انا ما كنتش بسيبها ترتاح، يعني المفروض اقطعها 3 كده واسيبها ترتاح تاني. انا ما سبتهاش صراحة، اشتغلت فيها على طول. حتى بصي مش معايا، بصوا بترجع تاني. خدت زبدة، اهم حاجة بقى الزبدة بقى دي تكون جنبك كده. وايه الفطير يعني ايه، زبدة حلوة. بس طلع طعمه جميل اوي والله يا بنات، ومورق وجميل. بصوا بقى بترجع معايا ازاي. متعمليش بقى الغلطة دي معايا، حاولي تعمليه بدري شوية. بس احنا عشان عايزين ناكل. بصوا بيرجع معايا ازاي، مية ودقيق يا بنات ومعلقة سكر ومعلقة ملح. مش بياخد حاجة يعني بصراحة. وبعدين الفطير ما بقاش زي الاول بقى تقعدي تجيبي واحدة قدامك ومش عارفة ايه، كده يعني، فبقى سهل شوية. بصراحة انا بعمله كده على طول يعني، وبيطلع جميل وهتشوفيه في اخر الفيديو. بس انتظري معايا، كملي معايا الفيديو. انتوا بقيتوا عسلات بقى وامارات كده واعملوا بقى الحاجات دي وطبقوها كده. بصوا بفرد بقى جامد، واروح حاطه رق ايه، سمنه. افرد واحط رق سمنه كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معذره لصوت الديك اللي عندي فوق ده،
مش عارفة اعمل فيه ايه. يا رب يجعل الخير والبركة وراحة البال في كل بيوتنا يا رب، كل بيوت المسلمين يا رب، والرضا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس وبلم بقى كده يا بنات، ولا محتاجة بقى حد يبقى واقف معاكي ومش عارفة ايه وكده. بس انا فعلا عشان عملت شغل كتير في السطح كنت تعبانة فعلا يعني. بس كنت عايزة انجز بقى واعمل الاكل قبل ما بنوت تيجي من الدرس، تيجي تلاقي الاكل جاهز. بصي بترجع معايا ازاي. انتي لو سبتيها ترتاح مش هترجع كده. عملت التلاتة بقى رول كده، لف 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 رق سمنة ولف لف لف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا بجد الشمس هي اللي ادتني طاقة كده وحماس ان انا انزل اعمل حاجة. انا كنت صراحة كنت عايزة امشيها بطاطس بقى وبيض وكده، وعملت البطاطس فعلا. بس قلت لا، الواحد نفسه في الفطيرة كده، فطيرة حلوة كده تسد معانا. بعمل فطيرة واحدة والله يا بنات بالنص كيلو دقيق، وبياخد بقى الصينية الكبيرة اللي هناك دي. ونزلت عملته تحت في الفرن اللي تحت الدور الأرضي، عشان الفرن ده صغير ما بيجيش فيه. بصوا انا عملت 2 معاكم وما جبتش التالتة بتهيألي. لا جبت التالتة. لا ما جبتهاش. بعدين بقى خدت بقى الواحدة. بصوا يا بنات، اهم حاجة تاخدي الواحدة بقى اللي انت عملتيها الاول. بس المفروض بقى برضو كنت اسيبها ترتاح شوية، ما سبتهاش، اشتغلت على طول. بس اوعي تعملي زي يا بنات، انا بنصحكم والله باللي انا وقعت فيه، عشان بتتعبتني شوية. وافرد بقى تاني، بس هفرد ايه بقى المرة دي مش دورية، هفرد ايه عرض، زي مربع كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحدة بوحدتها. بصوا تعبتني بجد. بس لو انا كنت سبتها ارتاحت شوية كانتش هتتعبني كده. بس يا دوبك انا طلعت الصينية من تحت لقيت بنتي بتفتح البوابة. بصوا بقى بنقطع بقى ايه قدام بعض كده بالسكينة، بس مش للآخر. شايفين قدام بعضه كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أهم حاجة ما تنساهاش السمنة. تمام كده. بصوا بقى باخد واحدة على واحدة وارجع أطبق. يا رب تكونوا متشايفينها. واحدة على واحدة وارجع أطبق وأعمل واحدة على واحدة. فضلت على كده بقى يا بنات، في التلاتة لازم نعمل كده، واحدة على واحدة، واحدة على واحدة كده. هيطلع، عايزة اقول لكم طلع 9 رقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عارفة ان انتوا بتعملوا احسن مني. طبقوا بقى كده ووروني. بصوا عملت كده وهعمل التانية والتالتة اهي. جبت برضو واحدة معاكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اللي منوريني بقى، الناس الجديدة اللي من الكويت ومن العراق ومن الجزائر ومن السعودية، أحسن ناس. ومن مصر حبايبي الغاليين بقى اللي رفعوني كده. شرف ليا والله، شرف ليا إن أنا مصرية. بس ما يمنعش برضو إن احنا بنحب السعوديين والقطريين والكويتيين، جميع أمة محمد يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يرضيكم كلكم بكل اللي تتمنوه يا رب. اللي في نفسها في بيبي تجيبه، واللي في نفسها في بنوتة تجيبها، واللي في نفسها في ولد تجيبه، واللي في نفسها في بيت تجيبها،
واللي في نفسها يا رب يا رب، اللي في نفسها في شقة يا رب يا رب يا رب بجد، تسعى كده ان شاء الله وباستعانة الله وهتجيب كل حاجة. والله يا بنات انا كنت اتخيل ان انا اجيب بيت بجد، ده رضا ربنا عليا، بس بالسعي وكنت واثقة جدا 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 من رضا ربنا ليا، والحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى هفردها قوي، هخليها تاخد الصينية دي كلها اهي. بصوا فضلت افرد هي تعبتني زي ما انا قلت لكم، بس انتي لو سبتيها ترتاح شوية مش تخمر، لان هي ما فيهاش خميرة، هي بس عايزة ترتاح شوية بسيطة. بس انا اللي دماغي جابتني كده فهوب تركخ على طول. بس طلعت حلوة بصراحة، وقبة كمان وهي في الفرن قبت. واهم حاجة يا بنات صحيح وانتي بتسويها، لازم الفرن يكون عالي، ولازم تسخنيه قبليها. انا برضو لو كنت بعملها تحت جنب الفرن كنت سخنته قوي قبليها، بس نزلت سخنته قوي، وبعد ما سخنته رحت ايه، استنيت شوية قلت بمناسبة ان هي ترتاح شوية يعني. قال يعني انا ما اشتغلتش، ما انا اشتغلت وخلصتها. مش عارفة ايه اللي انا بقوله ده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين بصوا انا سبت التانية بقى، الاولى ديت تتفرد هناك، بفرد ايه التانية في الصينية. افرد واروح ايه بفردها جامد، عشان بتهيألي دي الوش دي الأخيرة. وهروح بقى حطاها، واحط على الوش ايه يا بنات، لو عندك قشطة بصوا اهي هحطها بقى عليها. ولو عندك قشطة بقى يا بنات، انا بحب الحرف يكون مش تقيل، بس مش اللي هو سميك كده، بحبه يكون، عشان كده انا طبطبت عليه تاني. بحبه يكون مقرمش عشان بقى باكله على طول. وتحطي عليها من فوق لو عندك قشطة لبن. انا عندي بس انا ما مطلعتهاش من الفريزر، فحطيت انا سمنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بطبطب عليه ازاي عشان يطلع مقرمش كده وجميل. دهنت بس الصينية يا بنات سمنة، عشان مش بتلزق وجميلة. ما لزقش معايا بصراحة. الصينية دي جميلة جدا 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 في المعجنات برضو، و... وفي كحك العيد بقى وبسكويت بقى وايه بقى، هنعمل حبة حاجات حلوة. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. بصوا بقى بقول لكم هحط عليها زبدة، ايوه بصوا كام قطعة كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما بقولك اهم حاجة تكوني مشغلة الفرن جامد سخن من تحت، وحطيتها تحت كمان. بصوا نزلت تحت، بصوا حطيتها بقى تحت، بصوا نفخت ازاي، تعرفي ان الفطير صح وبتاعك صح ان هي تنفخ كده. لسه ببص عليها لقيتها لسه، سبتها شوية. وبعد ما خلصت من تحت رحت فاتحة عليها الشواية بسيط. بصوا بوريكم، اوعي بس تتلسع منك. بس وقفلت عليها بصوا اهي، تمام كده تمام قوي. طلعت بقى بها فوق. بصوا لازم احط عليها ايه نقطتين مية كده من الفلتر، شايفين برشش عليها مية كده عشان تفضل، لو فضلت حاجة معاكي تفضل ايه طرية. وقطعتها بقى بالمقص
اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلتي بقى معايا لغاية كده فضلا منك وليس أمرا، لايك بقى وشير وسبسكرايب وكومنت حلو منك. انتوا حلوين وعسلات بجد، مبسوطة جدا 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 بالكومنتات الحلوة دي. بصوا معرفتش اوريكم قوي. بصوا مورقة والله جميلة. بصوا بس مش عارفة امسكها سخنة، شايفين الدخانة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا التوريقة جميلة. تعالوا كله بقى معايا يا بنات. احنا ما بنحبهاش بالعسل. بنوتي قالت لي لا انا عايزة بيض معاها، فروحت مسخنة السمنة في الطاسة ورحت حاطة فلفل. بصي بقى لو انت عندك طبق ألمونيا وعايزاه مثلا ما يلزقش فيه البيض، روحي حاطة السمنة الأول وتسيح، تحطي الفلفل الأسمر وتحطي الملح، مش هيلزق فيه البيض من تحت، هيتعامل كأني طاسة تيفال، فاهميني؟ ورحت دلق عليها الايه، البيض، وقلب قلب قلب هوب. انتوا شطار فعشان كده ما جبتش ايه معاكم. انا حطيت بيضة بلدي. في حفظ الله يا بنات، باي.